بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة 5، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا بعد طول انتظار نزل منهج الدراسات الاجتماعية للترم الثاني، وأول درس فيه اسمه نمو السكان وتوزيعهم في بلدي. نمو السكان وتوزيعهم في بلدي. بعد ما تسمع الدرس كويس جدا جدا جدا، ما تنساش تنزل تحت الفيديو، هتلاقيني سايب لك رابط أو لينك للأسئلة. حملها وحلها، وبالتوفيق للجميع بإذن الله. لو عجبك الدرس اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. يبقى أول درس معانا النهاردة اسمه نمو السكان وتوزيعهم في بلدي. استنى الأول، يعني إيه نمو سكاني؟ ما المقصود بالنمو السكاني؟ النمو السكاني هو زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة. إيه؟ زيادة عدد السكان في فترة زمنية معينة. يعني السكان اللي موجودين قدامك في الصورة دي لو زادوا السنة اللي فاتت 1000 واحد، ده اسمه نمو سكاني. لو زادوا العشر سنين اللي فاتوا 1,000,000 واحد، ده برضو اسمه نمو سكاني. طيب كلام جميل. مين بقى اللي بيقول لنا إذا كانوا زادوا 1000 السنة اللي فاتت أو 1,000,000 العشر سنين اللي فاتت؟ المسؤول عن التعداد السكاني في مصر، يعني المسؤول عن عد السكان في مصر، هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي احنا خدناه في سنة رابعة. طب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما بيقول لناش حاجة تانية؟ لا، بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن مصر أقدم دولة أجرت تعداد سكاني. أقدم دولة عملت تعداد سكاني هي مصر. كان أول تعداد سكاني رسمي كان سنة 1882، وكان عدد السكان فيه 6.7 مليون نسمة. يبقى عدد سكاننا سنة 1882 كانوا 6.7 مليون نسمة. وبالمناسبة نسمة يعني فرد، سواء ولد أو بنت، راجل كبير أو سيدة. طب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما بيقول لناش حاجة تاني؟ لا، بيقول إن آخر تعداد سكاني حصل في مصر كان سنة 2017، وبلغ عدد السكان فيه 94.8 مليون نسمة. وبكده يكون تضاعف عدد السكان 14 مرة، يعني عدد السكان عندنا زاد 14 مرة. يبقى أول تعداد سكاني سنة 1882، آخر تعداد سكاني كان سنة 2017. عدد السكان في أول تعداد سكاني كان 6.7 مليون نسمة. عدد السكان في آخر تعداد سكاني كان 94.8 مليون نسمة، وكده زدنا 14 مرة. طب بيقول لنا حاجة كمان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟ أيوة، بيقول إن مصر بتيجي في المرتبة الثالثة في الترتيب الثالث إفريقيا، والمرتبة ال14 عالميا من حيث عدد السكان. يعني احنا ثالث دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، يعني في دولتين قبلينا، والدولة رقم 14 على مستوى العالم في عدد السكان. طيب ماشي. طب ايه بقى أسباب النمو السكاني السريع في مصر؟ احنا ليه عدد السكان بيزيد بسرعة قوي كده في مصر؟ أو بما تفسر أسباب النمو السكاني في مصر. الزيادة السكانية أو النمو السكاني السريع بيحصل في مصر عشان سببين. الأول زيادة طبيعية وهكلمك عنها دلوقتي. السبب الثاني زيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة. السؤال يجي هنا ازاي؟ يقول لك بما تفسر نمو السكان سريعا في مصر أو النمو السكاني السريع في مصر، تقول له بسبب الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة. طيب ماشي، كلام جميل. يعني ايه بقى زيادة طبيعية؟ الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فترة زمنية معينة. إيه الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فترة زمنية معينة؟ إزاي يعني؟ يعني إحنا مثلا لو قلنا السنة دي اتولد 100 طفل مثلا، ومات 20 فرد، يبقى اتولد 100 طفل ومات 20 فرد، يبقى إحنا كده زدنا ولا قلينا؟ أكيد زدنا. طب زدنا كام؟ زدنا 80 فرد. ال 80 فرد دول بقى بنسميهم زيادة طبيعية. يبقى الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد
والوفيات في فترة زمنية معينة. طيب ماشي. تعالى بقى اما اكلمكم عن الزيادة الطبيعية في مصر. الزيادة الطبيعية في مصر هل سريعة بنزيد بسرعة ولا ما بنزيدش بسرعة؟ بص يا سيدي، بيقول لك كانت الزيادة الطبيعية في مصر زمان مرتفعة. طب ليه كانت مرتفعة؟ بسبب زيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات. الناس بتخلف كتير واللي بيموتوا قليلين، فكده الزيادة الطبيعية في مصر عالية. يجي لك سؤال يقول لك بما تفسر كانت الزيادة الطبيعية في مصر مرتفعة زمان أو قديما، تقولوا لزيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات. طب دلوقتي انخفضت الزيادة الطبيعية، يعني السكان ما عادوش بيزيدوا بسرعة. ليه؟ قال لك بسبب انخفاض معدل المواليد ومعدل الوفيات. المواليد قلت والوفيات قلت، فالناس ما بقتش تزيد بسرعة. تاني، يبقى لما اقول لك بما تفسر انخفضت الزيادة الطبيعية في مصر حاليا، تقول له بسبب انخفاض معدل المواليد ومعدل الوفيات. طيب ماشي. طب ايه اسباب بقى انخفاض معدل المواليد؟ المواليد انخفضت ليه؟ الناس ما عادتش بتخلف كتير ليه زي الاول؟ قال لك عشان سببين. واحد، لرفع الوعي بين الشباب بتنظيم الأسرة. الشباب بقوا واعيين جدا وبقوا بينظموا الأسرة. نظموا الأسرة يعني ايه؟ يعني يكتفوا بمولود واحد أو اتنين أو أقصى حاجة تلاتة. اتنين، الحد يعني التقليل من ظاهرة الزواج المبكر. الدولة أصدرت قوانين قللت عملية الزواج المبكر، رفعت سن الزواج. طب هو سن الزواج ماله مال المواليد؟ كل ما الناس بتتجوز بدري بيبقى فرصة الإنجاب أو زيادة عدد المواليد أكتر. السؤال يجي هنا إزاي؟ يقول لك بما تفسر انخفضت معدلات المواليد في مصر، تقول له لرفع الوعي بين الشباب بتنظيم الأسر. اتنين، الحد من ظاهرة الزواج المبكر. طب بالنسبة للوفيات، انخفضت ليه الوفيات؟ هنقول بسبب التقدم الطبي والرعاية الصحية. بسبب التقدم الطبي والرعاية الصحية. طيب ماشي. تعال بقى نتكلم عن الزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة. طب يعني ايه بقى زيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة؟ يعني ايه هجرة؟ الهجرة هي انتقال الفرد من مكان إقامته إلى مكان آخر. إيه؟ انتقال الفرد من مكان إقامته، يعني المكان اللي عايش فيه، إلى مكان آخر. يعني مثلا لو أنا ساكن في مدينة القاهرة أو أي مدينة تانية، واتنقلت ورحت سكنت في الإسكندرية أو بني سويف أو الأقصر أو أسوان أو أي محافظة تانية جوه مصر، دي اسمها هجرة. لو أنا ساكن برضه في مصر ورحت اتنقلت وعشت في الإمارات أو في السعودية أو في الكويت أو أمريكا أو فرنسا أو أي دولة تانية، برضه دي اسمها هجرة. بس الهجرة الأولانية مش زي الهجرة التانية. يعني لما هاجر من القاهرة للإسكندرية مش زي ما هاجر من مصر للإمارات. الهجرة الأولانية اللي هي من القاهرة للإسكندرية بنسميها هجرة داخلية، ومن مصر للإمارات بنسميها هجرة خارجية. طب يعني بقى هجرة داخلية؟ يعني هجرة بتتم بين المحافظات المصرية. هجرة بتتم بين المحافظات المصرية. طب الهجرة الخارجية ديت هجرة خارجية بتتم بين مصر ودول العالم. طيب ماشي. ايه اسباب الهجرة؟ الناس بتهاجر ليه؟ ايه اسباب الهجرة اللي بتخلي الناس تسيب اماكن اقامتها الاصلية وتروح لاماكن تانية؟ عشان 3 أسباب. احفظ معايا. بسبب البحث عن فرص عمل أفضل، بيحاولوا يدوروا على فرصة عمل أفضل بمرتب أعلى. يبقى 1، البحث عن فرص عمل أفضل. 2، تحسين مستوى المعيشة. تحسين مستوى المعيشة يعني يحاول يحسن مستوى المعيشة بتاعه، بدل ما هو ساكن مثلا في شقة صغيرة لا يشتري بيت كبير ويسكن فيه، يحسن مستوى المعيشة. 3، من أجل التعليم، عشان يتعلم أحسن، يروح لمكان فيه جامعات وفي مدارس أفضل عشان يتعلم. تاني، يبقى أسباب الهجرة، يبقى لما أقول لك أذكر سببا واحدا أو بما تفسر هجرة السكان من مكان إلى آخر، تقول بسبب البحث عن فرص عمل أفضل، تحسين مستوى المعيشة، من أجل التعليم. طيب، طب إيه بقى أكتر المحافظات المصرية اللي بتجذب سكان، اللي الناس كلها بيهاجروا إليها؟ طبعا مدينة القاهرة ومدينة الإسكندرية، أقدم مدينتين في مصر، مدينة القاهرة ومدينة الإسكندرية. تيجي إزاي؟ يقول لك أكمل
أكتر المحافظات المصرية جاذبة للسكان هتقول مدينة القاهرة ومدينة الإسكندرية. طب إيه بقى النتائج المترتبة على الهجرة؟ يعني الناس لما تهاجر كتير كتير من مكان لآخر، إيه اللي بترتب على كده؟ ركز معاي. بترتب على كده ظهور حاجة وزيادة حاجتين. أول حاجة ظهور العشوائيات. ظهور إيه؟ العشوائيات. البيوت اللي قدامك دي اللي مبنية من غير تنظيم، اللي لا فيها مرافق زي المية والكهرباء ولا خدمات زي المدارس والمستشفيات، دي اسمها عشوائيات. يبقى واحد، ظهور العشوائيات. اتنين، زيادة الضغط على الخدمات زي ما انت شايف كده في الصورة. ضغط على الخدمات زي المواصلات زحمة زي ما انت شايف، المدارس زحمة، المستشفيات زحمة، كل حاجة زحمة. يبقى زيادة الضغط على الخدمات. طيب زيادة ايه كمان؟ زيادة الكثافة السكانية، يعني الازدحام، وهقول لك حالا يعني ايه كثافة سكانية. يبقى لما اقول لك اذكر نتيجة واحدة للهجرة المستمرة من مكان إلى آخر أو الهجرة، هتقول زيادة الضغط على الخدمات، زيادة الكثافة السكانية، ظهور العشوائيات. تاني، ظهور العشوائيات، الضغط على الخدمات، الكثافة السكانية. طيب يا سيدي، إيه بقى المقصود بالكثافة السكانية؟ يعني إيه كثافة سكانية؟ الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. يبقى النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض. إيه؟ تاني، الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض. تعال لما ناخد مثال عشان أوضح لك يعني إيه كثافة سكانية. مثال، لو إحنا قلنا عدد السكان في مدينة العاشر من رمضان 100,000 نسمة، يعني ساكن فيها 100,000 شخص، ومساحة العاشر من رمضان مثلا 100 كيلو متر مربع. عاوز أجيب بقى الكثافة السكانية في العاشر من رمضان، هعمل إيه؟ هقول كثافة السكانية بتساوي عدد السكان على المساحة. عدد السكان اللي هو 100,000 على المساحة اللي هو 100 كيلو متر مربع. يبقى الكثافة السكانية بتساوي 1000 نسمة على الكيلو متر مربع. يعني كل كيلو متر مربع في العاشر من رمضان لو احنا وزعنا السكان بالتساوي هيبقى ساكن فوقهم 1000 نسمة، 1000 شخص. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نشوف أكتر المدن المصرية كثافة سكانية. أكتر مدينتين زحمة في مصر طبعا مدينة القاهرة ومدينة الجيزة. أكتر المدن المصرية كثافة سكانية هي مدينة القاهرة ومدينة الجيزة. طيب هو كل المدن المصرية زحمة زي بعض؟ لا، المدن المصرية بتتقسم لنوعين: محافظات مرتفعة الكثافة السكانية يعني زحمة قوي، ومحافظات تانية منخفضة الكثافة السكانية يعني ما هي الزحمة. يعني السكان مش متوزعين على محافظات مصر بالتساوي، في محافظات مرتفعة الكثافة السكانية ومحافظات منخفضة الكثافة السكانية. طيب ماشي، المحافظات المرتفعة الكثافة السكانية زي إيه؟ زي محافظات الوادي والدلتا. محافظات الوادي والدلتا اللي احنا خدناها في الترم الأولاني. محافظات الوادي زي الأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا وقنا والجيزة. محافظات الدلتا زي الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية. طيب المحافظات بقى المنخفضة الكثافة السكانية زي إيه؟ زي المحافظات الصحراوية اللي هي شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد. ممكن يقول لك إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين من المحافظات منخفضة الكثافة السكانية، ويقول لك القاهرة والجيزة ويقول لك الوادي الجديد. طبعا الاختيار هيبقى الوادي الجديد. طب اشمعنى بقى محافظات الوادي والدلتا مرتفعة الكثافة السكانية؟ بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في محافظات الوادي والدلتا. قال لك عشان سببين: لتوافر المياه العذبة اللي هي في نهر النيل، والتربة الخصبة اللي هي حوالين نهر النيل، والخدمات. وقلنا الخدمات سواء صحة أو تعليم أو أمن أو غيرها من الخدمات. يبقى لتوافر المياه العذبة والتربة الخصبة والخدمات. اتنين، استواء السطح وسهولة المواصلات. السطح بتاعها مستوي، سهل أبني، سهل أعمل طريق، سهل أعمل أراضي زراعية، كل حاجة سهل، وسهولة المواصلات. تبديل الكثافة السكانية بقى منخفضة في المحافظات الصحراوية. عكس الكلام ده هنقول لنقص المياه العذبة والخدمات وعدم استواء السطح.
نقول تاني، بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في محافظات الوادي والدلتا، هنقول لتوافر المياه العذبة والتربة الخصبة والخدمات. 2. استواء السطح وسهولة المواصلات. طب بما تفسر انخفاض الكثافة السكانية في المحافظات الصحراوية، تقول له لنقص المياه العذبة والخدمات وعدم استواء السطح. تعالوا بقى نحل المشكلة دي. تعالوا عاوزين نحل طرق حل المشكلة السكانية في مصر. ازاي بقى نحل المشكلة السكانية اللي عندنا دي؟ حل المشكلة السكانية في مصر عندنا جزئين، جزء على الدولة وجزء على الفرد، جهود للدولة وجهود للفرد. تعال نشوف جهود الدولة ايه وجهود الفرد ايه. اولا، نشر التوعية بمشكلة الزيادة السكانية، أوعي الناس بخطورة المشكلة السكانية وخطورة توزيع السكان. طيب ماشي، أنا أعمل إيه بقى؟ هنعمل إيه؟ تنظيم الأسرة لتقليل معدل المواليد. يبقى الدولة تعمل حاجة والأفراد تنفذها. الدولة نشرت الوعي بمشكلة الزيادة السكانية وخطورة توزيع السكان، إحنا بقى نعمل إيه؟ تنظيم الأسرة لتقليل معدل المواليد. طب تاني حاجة الدولة بتعملها، بناء مدن جديدة. تبني مدن جديدة زي مدينة العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر ومدن كتير جدا على مستوى مصر. احنا بقى نعمل ايه؟ الخروج بقى من الوادي والدلتا اللي هو زحمة ده، والاستقرار في المدن الجديدة اللي بنتها الدولة. طيب 3، توفير الخدمات الصحية. الدولة بقى توفر الخدمات الصحية والتعليم والأمن في المحافظات الصحراوية عشان ما يهاجروش، عشان مش يسيبوها ويروحوا في أي مكان تاني. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نقول استصلاح الصحراء لإعادة توزيع السكان وتقليل كثافة الوادي والدلتا. نتنقل بقى للصحراء ونستصلحها عشان نقلل كثافة السكان في الوادي والدلتا. نقول طرق حل المشكلة تاني، نشر الوعي بمشكلة الزيادة السكانية وخطورة توزيع السكان. احنا بقى نعمل ايه؟ تنظيم الأسرة لتقليل معدل المواليد. تاني حاجة بناء مدن جديدة الدولة بتعملها. احنا نعمل ايه؟ الخروج من الوادي والدلتا والاستقرار في المدن الجديدة دي. الدولة بتوفر الخدمات الصحية والتعليم والأمن في المحافظات الصحراوية. احنا بقى نستصلح الصحراء لإعادة توزيع السكان وتقليل الكثافة السكانية. وبكده يا شباب أكون خلصت الدرس. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتحملوا رابط الأسئلة علشان تحلوها. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.